السلام عليكم، مساك الله بالخير والنور الخال علي. الله يمسيك بالخير والنور مطر. أول حاجة طبعا الخال، كيف صحتك؟ شو أخبارك؟ طمنا عليك. بشكر الله تعالى، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بخير وعافية. الحمد لله واجب الشكر، جزاك الله خير الخال، ويعطيك طبعا ربي ألف صحة وعافية، ودائما طبعا دائما أنت منورنا. فاحنا بامانه طبعا حبينا في هذه الليله طبعا دائما بما انه طبعا هذه مواكبه ايام طبعا ايام العشر الاواخر في شهر رمضان المبارك، وتواكب طبعا مع عيد الفطر السعيد. حبينا طبعا نسمع صوتك ونسمع الناس طبعا اهالي الولايه صوتك طبعا. فالخال دائما كانت لكم مشاركات، كنتوا دائما متواجدين في فعاليات الولايه، في الفنون الشعبيه، في كل فعاليات الولايه. فالخال طبعا لو في البداية بغينا مثلا لو حدثنا عن ذكريات، عن أعياد ينقل في الماضي، كيف كانت، شو من الذكريات الجميلة اللي عندك تخص طبعا الاحتفاليات بالأعياد مثل عيد الفطر المبارك الخال علي. صراحة الأعياد الماضية نعم ما تختلف عن الأعياد هذه. نعم. لكن الأعياد الماضية تختلف، يعني كانت أول شيء بكثافة الناس قبل كل حاجة، والآن يعني المجموعة اللي تطلع في الأعياد مجموعة أقل حكمة، لأن الناس كانت أول موسيقى ما عندها شغل. نعم خالي. زي ما تعرف يعني البلد كانت الحمد لله رب العالمين شيابنا أكثر قائمين بموضوع الفنون الشعبية والأشياء هذه في البلد. نعم. والحين شباب جزاهم الله خير ما مقصرين، يعني قايمين بدور. نعم. وانتم الخال طبعا كنتوا الخير والبركه بامانه يعني، وكنتوا ما مقصرين. والحين احنا يعني نتمنى الشباب طبعا انهم يعني بامانه يحدوا حذوكم، وطبعا يحملوا هذا الرايه طبعا، ويقوموا طبعا باحياء هذا الموروث، وهم بامانه ما مقصرين طبعا. فطبعا الخال شو من الذكريات اللي كنتوا تتذكروها في الرزفه؟ طبعا كانت ما تقام الرزفه مثل الحين عند البويب تقام، كانت في اعتقد في المضروبه. اذا ممكن تحدثنا عن هذا موضوع الرزفه اللي كانت تعمل العصر ايام العيد. طبعا والله كانت العياله تقام اول شيء في وقت القيض، قام في المضروبه. نعم في المضروبه. وايام الشتاء تقام اكثر شيء في الشعبانيه في المدن، في حاره الشعبانيه. في حاره الشعبانيه. نعم نعم. زين. حاره الشعبانيه ضيقه ويحضروا ناس يعني ما شاء الله، يعني ناس كثيره. نعم. الأعياد هي في اختلاف، ما اختلاف بالشيء ثاني، اختلاف بالناس فقط. يعني كان اختلاف بالناس. أول كان يمكن يكون طبعا اهتمام أكثر وأكثر طبعا بهذا الناس، وبعدين الناس كانوا هو اللي وصف لك عنهم على أنهم ما عندهم شغل، يعني شايفين يعني ما عندهم ارتباطات كثيرة مثل الحين. العيالة في اليوم إلى مرحلتين يعني. نعم مرحلتين يعني كان في اليوم. من الظهر من بعد العصر إلى المغرب، ومن المغرب مرة ثانية إلى آخر تقريبا منتصف الليل. ما شاء الله. ما تشغلهم عن العيال إلا الصلاة. ما شاء الله. يعني كانت عندهم طبعا تنقسم قسمين، كان فترة العصر وبالليل طبعا متواجد يعملوا العيالة. في العصر يعني ما يمنعهم عن الوجود وما يريد أحد يقول لهم تعالوا حضروا في مكان ذلك بنفسهم. نعم. زين الخال طبعا ما شاء الله عليك، انا اللي اعرف يعني واذكر انك انت ما شاء الله عليك كنت من الناس اللي يعني تمارسوا الايقاع يعني في الطبل ما شاء الله، وخاصه انت كنت مشهور في طبل الكاسر انا اللي حسب ذاكرتي. فلو الخال تكلمنا عن طبعا الطبول اللي كانت تستخدم في هذه الفتره، ولا المتعارف عليها اللي تستخدم في الفن في الفنون اللي كنتوا يعني تأدوها ايام العيد. فاكيد في طبول في الولايه تختلف طبعا عن الولايات الاخرى طبعا، ومميزين اهالي ينقل انهم الوحيدين تقريبا او ما الوحيدين بس من الناس القليله اللي يضربوا الطبل باليد ما يستخدموا العصا وخاصه الرحماني، ولا انا غلطان؟ والله هي كل بلد ولها يعني لها يعني شو اسمه موضوعها في مساله الطبل. في مساله الطبل في البلد ولها موضوعها، يعني انتم تلاحظوا الحين عندكم الولايات مثلا مناطق السلطنه. نعم. كل حد يسبح كل طير يسبح بلغو يعني. نعم. احنا بالنسبه لنا موضوع الكاسر اللي احنا الان بعدنا للان ما حد قليل واحد منا يعرف له الكاسر. نعم. الكاسر كانوا يقولوا ثيابنا يعني. صحيح. يضربوهم حياه كلفوت الله يرحمه. الله يرحمه.
ونعم. اكثر ناس معروفين في غرب الكاسر. نعم. والكاسر يعني له يعني فن وذوق، يعني زي ما تقول ما كل واحد له كل حبك يعني. صحيح. طبعا كما يعرف مثلا انه طابل المنصوري اللي هو طبعا القائد طلعة العيد واللي عليه الاعتماد، نفس الشيء طابل الكاسر هو الاساس طبعا الرزفة او طبعا العيال اللي تنعمل فترة العصر، طبعا طابل الاساسي اللي يكون طبعا موجود. وفعلا انا اتذكر يعني انه الخال ما شاء الله كنت من الناس اللي طبعا تجيله طابل الكاسر، ونتمنى ان شاء الله انه يكون في جيل من الشباب يعني يجيدوا هذا الفنون بامانه، يجيدوا طبل الكاسر والرحماني والواف. يحاولوا شباب يحاولوا يعني في موضوع الكاسر، ولكن اقول لك يعني نعم خالد ما مثل الناس الاوليين، يعني ما مثل الناس الاوليين. صحيح. الكاسر زي ما وصفتها لك يعني فن وذوق. صحيح. وهي موهبه يمكن بعد تكون في نفس الوقت يعني. نعم. زين كل وقت له شو اسمه او يعني ما كل وقت له ناس، يعني كل جيل قصدك كل وقت له جيل. يعني نعم. والحمد لله رب العالمين الحين فنوننا زينه يعني احسن من بلدين اخرى. نعم زين وطيبه يعني، والناس صراحه مرتاحين الفنون الشعبيه في ينقل. الحمد لله. الشباب جزاهم الله خير ما هم مقصرين يعني، قايمين بدوروا جزاهم الله خير. الحمد لله رب العالمين. ومثل ما سمعت انت الخال ان احنا قبل شويه حتى كان مستضيفين معانا طبعا الشيخ عمر بن سعيد، طبعا يعني من الشيوخ اللي عاصروا يمكن الفنون الشعبية، من الشيوخ طبعا اللي بأمانة يعني حتى يعني يحفظ وعنده طبعا كنز من الفنون ولاية ينقل، فشجع الناس. طبعا احنا الخال ان شاء الله هذا العيد ان شاء الله اللي هو راح يكون ان شاء الله بعد يومين او بكره او بعد بكره حسب طبعا الرؤية، راح طبعا يكون معانا طبعا طلعة عيد. تلفزيون سلطنة عمان طبعا اختار ولاية ينقل على أساس أنه يغطي منها طلعة العيد مباشرة، يعني يغطي طلعة العيد وراح تنشاهد في التلفزيون على مستوى السلطنة، على مستوى دول الخليج، على مستوى العالم، بما أنها قناة عمان قناة فضائية طبعا. فخالي احنا نريد منك كلمة تحث طبعا الشباب وشيابنا على المشاركة وإظهار الولاية في هذا اليوم طبعا اللي راح طبعا يكون ويشاهد في طبعا تقدر تقول يمكن في كثير من الأماكن في العالم. والله الحمد لله رب العالمين يعني بلدنا زي ما وصفتها حالك. نعم. لكن زي ما قلت لك يعني طلعت العيد او يعني فرق بينه وبين العيد الان. نعم. بكثافة الناس يعني بكثافة الناس. نعم. اولا في صباح العيد الناس يخرجوا بعد ما يخرجوا يعني من الحصن. نعم. ويمشوا في الطريق الى الوادي ويؤدوا صلاة العيد، وحصل البلد كلها رجال ونساء موجودين في هذاك الوادي. ما شاء الله. منهم يبيعوا يعني الغيور والاشياء هذه، ومنهم اللي يسووا العياله، ومنهم يعني شو اسمه حتى ينتهوا يعني المصلين من اسمه المشايخ يخلصوا من الصلاه. نعم. وبعدين يتحركوا المشايخ مع المنصوري ما شاء الله والعازي. نعم. ومره ثانيه تخرج وراهم فرقه فنون شعبيه، فرقه العياله يعني مره ثانيه. نعم. زين. وعاد الناس تطلع من الوادي من هناك، كل واحد يروح يعني بالنسبه للعوائل تروح تلحق على بيته. نعم. وهذول الناس عاد يتوجهوا من الوادي الى الحصن، الى حصن بيت المراح. الى الحصن بيت المراح. نعم. وهناك يشوفوا يعني دور تقريبا فنون شعبيه، وتجمع الناس من كل المناطق يعني البلد كلها من شرقها الى غربها. نعم. يحضروا كذلك بعد حضروها ناس من مناطق اخرى يعني تابعه الولايه. نعم طبعا قصدك من القرى ومن طبعا من القرى. ايوه من القرى من الفلاحين ومن السيوح هذيلا ومن يحضروا ناس كثيره. لوقبه طبعا وهذه الاماكن والمري وهذه الاماكن كانوا يشاركوا اهل الولايه هذا اليوم طبعا. واللي محيل العيد في ذاك الزمن اكثر شيء الخيل والركاب. وانا بشرك ان هذا العيد تكون موجوده ان شاء الله، وصاحب الخيل وصل وصاحب لانه في عرضه تستوي في الوادي في اليوم من صباح العيد، وبعدين مره ثانيه تستوي عاد في المساء، كل يوم عرضه كل يوم تقريبا في المساء. وانا الخال بشرك انه الخيل راح تكون موجوده ان شاء الله السنه،
وصاحب الخيل واللي مهتم بالخيل الشيخ راشد بن سعيد شرفنا والحين تواجد معنا في الاستديو، وبيكون ان شاء الله معانا وبيتكلم، بتكون في خيل وبتكون في عرضة خيل ان شاء الله، وراح تستمع للكلام الطيب انهم رايحين يعيدوا الشباب هذيل وجود الخيل ان شاء الله معانا في الولاية في اول يوم، وتكون ان شاء الله حسب ما عرفت انه بتكون عندهم عرضه ثاني يوم. وانا اتمنى طبعا الخال علي بن سعيد انك تكون متواجد، الله يعطيك الصحه والعافيه، وانك تحضر معانا وانك تشرفنا. مثلكم انتم وجودكم في مثل هذه الرزفات، في مثل هذه الفعاليات، يعني يعطينا دافع ويعطي الشباب دافع، يعني انهم يكونوا يبذلوا ويحافظوا على هذا الموروث العماني الجميل اللي تتميز فيه ولايه ينقل. الخال علي بن سعيد احنا ما بنطول عليك، كل الشكر والتقدير لك طبعا، جزاك الله خير، سهرناك معانا اسمح لنا، ولكن بامانه سعيدين جدا جدا. وانا متاكد انه معظم الاهالي في الولايه يمكن اللي ما شافوا الخال علي بن سعيد من فتره طويله، الله يعطيك الصحه والعافيه، سمعوا اليوم صوتك وانت بخير وعافيه، ونتمنى ان شاء الله انك تشاركنا وتشرفنا وتكون معنا ان شاء الله في ايام عيد الفطر المبارك للخال علي. ان شاء الله ان شاء الله تعالى ان شاء الله تعالى ان شاء الله. العلوي طبعا كل الشكر والتقدير والامتنان لك، وطبعا شكر لك موجه من طبعا طاقم استديو صدى ينقل من برنامج طبعا نسائم الخير، كل الشكر والتقدير.